سوداو مقاعي قوا بوسينا سيد وحانكو تخصص كيجا وأفسو مليجا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة كسول هذا برنامج كان وأنا كورة يسندونه الدكتورة بثينة سيد وأها كبار مسارعة أو برتي لغة الصومالية كنا قادتي شهادوين كردون. الدكتورة بثينة وحي شهادوين كماستر تاه إيو PhD دا كديارسي لغة الصومالية يدو كقادتي جامعة القاهرة قارهانا كلية دراسات كأفريقيا. waraysigan waxaanu ku eegi doonaa Dr. Buthaina iyo luqadda Soomaaligu sidii ay isku barteen iyo halkii ay iska soo raaceen. Dr. waad mahadsantahay sidaad nooga soo jeegtay kulankan bal marka hore waxaad nooga warbixisaa magacaaga iyo takhasuskaaga. Sodaabu magacaygu waa Buthaina Sayid waxaan ku takhasuskayga naxwaha af Soomaaliga waxaan ka kortay masterkayga mawduuca وراه فليدا أي أف سوماليجا كدبنا PhD وحن ككورتي موضوع وراها أي أف سوماليجا أي وحن كميد هي حبناها برياشة جامعة القاهرة كلية دراسات كأفريقيا. واحد برتي لغة الصومالية طبعا وحن كور هنا أما كلية دراسات كأفريقيا إن وحيلا هذا هي تخصصي كلا دوان لغة ديارية لغة كلا دوان ولا جهة لغة أفريقيا. sidee ayaad ku dooratay luqadda Soomaaliga ma adiga ayaa doortay mise waxa jirtay jiha kale oo ku soo jeedisay جامعة القاهرة ayaa u aragtay luqadda Soomaaliga waa luqad muhiim ah oo waqtigaas oo ahayd xilligii kacdoonkii ee dalka Masar laba kun koob iyo tobankii jaamacadda ayaa u bilowday digtaanka af Soomaaliga macallinkayga وحو إبري أف سوماليجا ودكتور مؤمن عالم معلنك أف سوماليجا كلية دراسات كأفريقيا جامعة القاهرة. أوكي سوى نفسي. مدة هي تكسر لحجرتي برشة اللغة الصومالية. إن وحيبها اللغة الصومالية وعانك كنت هاي وحكم ده. حكمة ضئية مهما هي. هون أكنا مهما أبيسو هوجيدا لوجو مجالو. أبيسو هوجيدا لوجو مجالو. أيوة وأن ودا هدلنا وانهشين. أن ودا هدلنا. وانهشين. وانهشين. جبايدا يا يجونا شراء. محد كايسا يجا جبايدا صومالي. جبايو. جبايدا سيح كايسا. أدا دنيا دا كلي بكو في الإرسادي. كشي سبا ماجلين ويليار باكيبكا كو كاباني. راجو كبيرك راجو ولا كوفا وجبيجي أبوان وكلا أوجد وجبيجي أبوان إسماعيل اللهم حفظته طبعا هديات برتي لغة وحديدنا برتي لقنكي سومالي ده سالهان أجابك جريها سومالي ده ورنتي وان أكنا قادو مندي فرجيتو صحن ده بركين بوستي أي وحيلة ميدا حلوة أوكي حتى دوان أول سنة كهر مقالة هرقيسة هرقيسة ما حتى صارت هرقيسة ومجلة كروح بدن له يودات هرقيسة وداد قيمه أيو شرف له وحن أوجه هي هرقيسة أيو داد كأي هرقيسة مثل مجالك كلا أو صومالية دات مجال الكلمة مقديشو أيو تليح بعد شروعك لدراسة هذه اللغة ما الأسرار التي اطلعت عليها سواء كانت متعلقة بالشعب الصومالي أو باللغة نفسها؟ الشعب الصومالي بيحب العنجيرو وإن شاء الله قريبا إن شاء الله أتذوق هذا الخبز يعني أو رقائق الخبز على ما أعرف يعني واللغة الصومالية الأسرار الخاصة بها إن أنا عرفت إن حرف الإكس في اللغة الإنجليزية بينطق حاء وحرف السي ينطق عين دي كانت من الأسرار اللي بتختص بها اللغة الصومالية بصراحة وفي نطق كمان حرف الدي اتش دا على أي حد بيتعلم لغة جديدة. أكيد بعض الناس يقولون إن هذه اللغة لغة يتيمة لا أب لها ولا أم أسقطت دولتها وهي لا زالت في المهد يعني لغة مش جاهزة لحد ما هل تلقيت أي صعوبة من هذه الناحية وما الأشياء التي ساعدتك أكثر
نعم هي، ولكن أتحفظ على التعبير أنها يتيمة الأب والأم. هي اللغة الصومالية لغة وأفهدا، يعني لغة سرية جدا، نحوها سري جدا، يعني مليئة بالأسرار اللغوية الرهيبة إن صح التعبير. اللغة الصومالية أكيد كأجنبية أو هقول مصرية لأن إحنا أخوة، ويعتبر إن أنا مش أجنبية عن اللغة الصومالية، لكن وجدت صعوبة في توافر كثير من المراجع، مثلا القواميس اللغوية، كتب القواعد، كتب الدراسات اللغوية وهكذا. بس إن شاء الله يعني يكون في تطور بإذن الله خاص باللغة الصومالية. اللي ساعدني أكتر ربنا طبعا، ثم دعوات أمي وأبي رحمة الله عليهم، ثم وجود دكتور مؤمن عالم مدرس اللغة الصومالية اللي علمني اللغة الصومالية، اللي لولاه لما تعلمت حرفا واحدا في اللغة الصومالية. ثم أبناء الجالية الصومالية في القاهرة، يعني بصراحة أخص بالذكر منهم سيد علي عبد العزيز، مبارك أحمد، حضرتك، كل الناس بصراحة يعني ساعدتني. أوكي، أكيد أنت تعرفين اللغة الصومالية أكثر مني. لا ما تقولش كده حضرتك. عايزينك تشرح لنا ما المكونات التي تحتويها الجملة الصومالية أو بنية الجملة الصومالية. الجملة الصومالية هقول مثال عشان بالمثل يتضح القول. مثلا في مثال مرودي أيان أركان. مرودي أيان أركان. أيان أركي رأيت فيلا. هاجي أحلل الجملة دي استنادا إلى آلية التحليل إلى المكونات المباشرة مستخدمة طريقة شجرة التركيب أو تري دياجرام. هاجي أقول ويرها مجاعيد، الوير دي وير مجاعيد، يعني جملة اسمية بتنقسم إلى أوراه مجاعيد أوراه فليد. الأوراه مجاعيد عبارة عن المجاعيد اللي هو المرودي اللي هو الاسم مرودي. هنيجي للأوراه فليد اللي هو المركب الفعلي، بيتكون من كح فليد اللي هي مجموعة فعلية بتضم أياء اللي هو قرب درادات اللي هي أداة إسنادية بلس إن اللي هو ضمير فاعل متصل اللي هو مجاعيال كحرير سن. هاجي للفل اللي هو عبارة عن الفعل أركي مصرف مع ضمير المفرد المتكلم في زمن الماضي. تمام، يعني هي جملة اسمية. الجملة اسمية تبدأ باسم فيه. تمام. يعني هو في تحفظ ان الجملة في اللغة الصومالية لا تعرف اسمية او فعلية لكونها تتصدر بالاسم او بالفعل مثل ما يقال في اللغة العربية، ولكن هناك ادوات اسنادية مخصصة للجملة الاسمية او للجملة الفعلية، واستنادا الى اسلوب التركيز اللي هو الفوكس سيستم بنعرف ان الجملة دي اسمية او فعلية بوجود ايا وبا كجمله كناون فوكس ماركر، ايو البا ايو وا وبحا ديت فيرب فوكس ماركر. العلاقة الصومالية المصرية كانت موجودة منذ القدم، وكانت علاقة أسرية أو أخوية أكثر مما كانت علاقة تجارية أو تبادل السلع. وكلنا نتذكر قول الملكة الشهيرة حتشبسوت التي لما ذهبت إلى الصومال قالت إن هذه الأرض هي أرض الأجداد. أنت كمصرية تعلمت اللغة الصومالية والثقافة الصومالية، والصوماليين الذين تعلموا هنا وتخرجوا من الجامعات المصرية، ما دوركم في إحياء هذه أو هذا الارتباط الأسري إن صح التعبير؟ دورنا كمتخصصة في اللغة الصومالية وكالشباب اللي بيدرسوا في مصر لابد من تضافر الجهود، يعني نعمل جميعا من أجل مصلحة اللغة الصومالية والثقافة الصومالية والشعب الصومالي. يعني الجهات المعنية بإحياء اللغة الصومالية وبتطورها لابد أن يكون على اتصال بالمتخصصة في اللغة الصومالية، لأن اندماجنا مع بعض وتضافر الجهود إن شاء الله يطلع شغل كويس بإذن الله لخدمة اللغة الصومالية والشعب الصومالي. تمام. أنت كنت تدرس اللغة الصومالية فترة شوية طويلة لو قلناها كذا، هل تلقيت أي طرفة أو نكتة أو لا أنا هفتكر حاجة هي مش طرفة أو نكتة قد ما هي كنت بعاني، بحس إن أنا عشان أترجم من اللغة العربية للغة الصومالية بحس إن أنا بلعب بازل، مش عارفة أحط حرف الجر فين إن صح التعبير اللي هي الصوابق، أو مش عارفة أحط الأداة الإسنادية فين، مش عارفة أحط الرابط فين، ببقى متلخبطة لحد بقى في الممارسة واحتكاك باللغة عرفت كل حاجة لها مكانها. بس الجملة في اللغة الصومالية واللغة الصومالية فعلا لغة سرية قوية جدا. دكتورة، العفو.
متشكرين قوي لهذه المقابلة. العفو. وشكرا جزيلا. waxaan ugu dambaysaa waxaan u jeclahay dadka Soomaaliyeed iyo madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud iyo waxaan u rajaynayaa horumarka iyo nabad iyo nolol wanaagsan dhammaan dadka Soomaaliyeed. mahadsanid Soomaaliya ha noolaato. waayahay daawadayaal guud ahaanba intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii aynu ku wareysananay Dr. Buthayna Sayid oo ah gabadh Masaariya oo ku takhasustay luqadda afka Soomaaliga kuna diyaarisay shahaadooyinka masterta iyo PhD-da ay ka qaadatay kulliyadda diraasaadka Afrika ee Jaamacadda Qaahira. intaanu ku kulmi doonaa hawada mar kale sidaas iyo nabadgelyo.